السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نشوف الفيديو ده كده. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنة الله ورسوله بشرع ربنا وحلال ربنا. ادي قسيمة الجواز، تمام؟ في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت علشان خاطر انا ما كنتش حابه حد يدخل في حياتي الشخصيه، ما كنتش حابه اعرض حياتي الزوجيه زي ما حصل قبل كده واكرر اخطائي. كنت عايزه اعيش في حالي. فيا ريت يا ريت كفايه ترندات على اسمي، كفايه ناس تطلع تشهر بيا وتتكلم وتتريق، كفايه فضايح كفايه فضايح. ولو سمحتوا لازم الناس كلها تعرف، اللي شهرت الفيديو واللي اتفرجت على الفيديو الحقيقه تعرف ان انا مش واحده كنت بزني ولا كنت بعمل حاجه حرام، فارحموا ترحموا. ولو سمحتوا شيروا اللايف ده عشان الناس تعرف الحقيقه، وان الراجل ده كان جوزي على سنه الله ورسوله، وان انا مش خطاءه ومش زانيه زي ما الناس بتقول. طيب هدير دلوقتي بتقول ان تليفونها اللي عليه كل حاجة تخصها وعليه الفيديو متحرص في النيابة، والكلام ده من كام شهر من ساعة اخر قضية، وبتقول ان مفيش اي نسخ تانية من الفيديو غير على تليفونها اللي هو متحرص في النيابة. فتتوقعوا بقى مين اللي رفع الفيديو وهدفه ايه انه يرفع الفيديو في وقت زي ده على غفلة كده وفي موضوع تاني قلب البلد، فينزل فيديو هدير ويتفضح عرضها ويبقى ترند والناس كلها تدور على الفيديو والناس كلها تتلهي عن تفاصيل واحداث بتحصل حاليا زي مثلا موضوع احمد رفعت، ويتعاد الحدث اللي حصل مع منى فاروق بنفس السيناريو، واحنا للاسف شعب بيجري ورا شهواته والفضايح وبس. هدير عبد الرازق انا فعلا كنت ضد كل فيديوهاتها اللي بتعملها او محتواها، وخليني اقولك ان هي حتى ولا بتذكر ربنا ولا حتى بتركعها، بس الفكرة ان ربنا ساتر بني ادمة، ليه انت تفضحها؟ مع العلم ان كل واحد فينا لو نكشت وراه ودورت في كل اسراره هتطلع من ورا مصايب. فلازم نفهم حاجة، ان حتى لو البنت مش كويسة ومش تمام، وحتى لو ما كانوش متجوزين او هي مش مراته، فده ما يدكش الحق نهائي انك تنشر فيديو زي ده وتساعد على انتشاره. ولازم تبقى فاهم ان اي حد هيتفرج على الفيديو ده هياخد ذنب بسببك عليه. وحقيقي الساعات القليلة اللي فاتت في مهزلة بتحصل، الناس بتبيع الفيديو على اللينكات وحاجة في منتهى القرف وقلة الأدب. وفعلا أنا مش عارف إحنا وصلنا لكده إمتى ورايحين تاني على فين. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.